السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا من جديد في قناتي عالم نبيلة. اليوم ان شاء الله غادي نجرب معكم. غادي تشوفوا معايا في الفيديو. غادي نجرب معكم هذا المركز هذا ديال القشور ديال البرتقال اولا القشور ديال المندرين. انا الاغلبيه خدمتهم بالقشور ديال المندرين. غادي نحتاجوه ان شاء الله سواء في الكيك اولا في الحلويات ديالنا نكهو به. خليكم ان شاء الله مع الفيديو تشوفوا الطريقه والمقادير. هنايا ان شاء الله هنا كنتش بصراحه غادي نصور معكم هاد الفيديو هادي. ديجا انا صايبته البارح بالليل كيف ما كتشوفوا معايا. هنايا القشور ديال البرتقال اولا المندرين. انا الاغلبيه هنا عندي ديال المندرين. الا كان ديال البرتقال كنحيدوا ليه هاد العلفه البيضاء اللي كتكون لداخل. هاد المندرين هذا اللي خارج دابا فيه هاد القشره البيضاء ما كتكونش، فما كنحيدهاش. كناخذ هكا كنجمع القشور ديالي ديال المندرين سواء في الثلاجه كنديرهم في بواطه اولا في بلاستيكه. انا بصراحه كنت جمعتهم خليتهم في المجمد، ما كنتش ساليت ليهم. جبدتهم غسلتهم عبرتهم في الزلافه، عطاوني تقريبا 3 زليف ديال القشور ديال البرتقال اولا المندرين هنا مخلطين. زدت عليهم 12 كاس ديال الماء، الكيسان العنبه، وشعلت عليهم سديت عليهم طنجره الضغط وسديت عليهم حتى طابوا. هنايا شوفوا معايا تقريبا نص ساعه. هنايا راه القشور ديالي طايبين. هنايا شنو غادي ندير انا كيف ما قلت لكم وجدتهم البارح ما ساليتش انني نكمل الوصفه، فغادي نكملها اليوم. قلت غادي نشاركها معكم، واول مره بصراحه غادي نجربها. شفت الفكره هذه وعجباتني، فقلت حتى لما صدقاتش مركز غادي نخدمها. القشور ديالنا كنبغيو نكهو بهم الكيك ديالنا اولا الحلويات، فغادي تصلح في كلتا الحالتين. انا غناخذ دابا هذا الخليط هذا غنديرو في الخلاط الكهربائي اولا كنديرو الميكسر وكنطحنوا كلشي حتى كنحصلوا على خليط واحد عصير اللي مطحون ناعم ما يكونش فيه حتى شي حاجه. هنايا تقريبا من بعد ما طحنته عطاني تقريبا واحد 3 لتر هنايا. بالنسبه انا خديته بلا سكر، زدت عليه شويه ديال الماء بانه كيتخاد كمركز، فالمذاق ديالو كيجي بحال هذوك المذاقات ديال انواع العصير ديال الزنقه. فما جانيش هو هذاك. خديت هنايا ضفت عليهم شويه ديال السكر تقريبا واحد 300 غرام. انا ما غاديش نكثر هكا السكر لان ديجا انا كنقص السكر بعض المرات ما كنستعملوش. فهنايا غادي ندير غير 300 غرام حتى يغلى معايا وينقص في الخليط في الكثافه ديالته. الا جاني ماشي هو هذاك غادي نقدر نضيف ليه. انا كيف ما قلت لكم الا ما جاش مركز غادي نخدموا به، نقدروا نضيفوا الانواع العصير ديالنا. فانا غادي نخدم به كنكهو به هكا بحال هذا. اللي عنده هكايا البلاصه في المجمد، انا في الصراحه غادي نديرو غير في قريعات، فما غاديش نديرو. اللي بغى هكا يقدروا بهذه الطريقه هذه يحتفظ به بلا ما غادي يدير ليه لا سكر لا والو. نديرو هكا دي كوب وندخلوه في المجمد ديالنا، وفين ما نبغيو نصايبو هكا شي كيك ولا شي حلوه كنجبدو ونكهو به. انا هنايا غادي نغلي نخليه حتى ينقص منه الكميه ديال الماء اللي فيه باش ينقص منه ويغلى مزيان ويتشرب هذاك الماء ما يبقاش، وعاد نشوفوا ان شاء الله واش نضيف ليه السكر ولا لا. المركز ديالي انا حطيته هنايا فوق النار مره كنحركو. خديت منه واحد القياس كاس صغير ديال هاد الخليط هذا وخلطت به هنايا هاد البانكيك. خدمته هنا كيف ما كتشوفوا معايا فيه النخاله، خدمته بالفرينه بلديه بالنخاله ديالتها. خديت كاس من هاد المركز هذا، درت عليه 2 كيسان ديال الماء، بيضه وشويه الملحه، 2 كيسان ديال الفرينه، 2 معالق كبار ديال زيت الزيتون، واحد المعلقه ديال السكر، وغادي نضيف خماره وحده صافي. وغادي نخليه دابا يرتاح. كيف ما قلت لكم هذا المركز هذا الا ما استعملناش العصير غنستعملوه بهذه الطرق هذه سواء في الكيك اولا في الحلويات ديالنا، فكينكه لينا بشكل اللي هو زوين. شوفوا معايا هنايا انا طفيت البوطه ديالتي
فنزلت تقريبا النصف. هنا راه كان القياس ديال المركز كان حد هنايا بالنسبه باش طحنتو بالماء ديالو. وهنايا هانتوما ولا عاقد بحال هكا، يعني الا بغينا نكهو به ناخذ واحد المعلقه اولا زوج. انا بالنسبه ليا هاد المركز هذا ما عجبنيش في المذاق انه يجي في العصير، فغادي نستعملو. انا كيف ما قلت لكم في الاول غادي نجربو، الا ما صدقش العصير غادي نخدم به هكا الليكيك. فكينفعنا هاد القشور ديال البرتقال، كيعطيونا واحد النكهه غزاله. اللي بغى انه يخزنهم في قريعات فكنخليهم هما كيغلاو، وكنعمروا القريعات ديالنا كنسدوهم وكنقلبوهم على الفم ديالهم كيف ما مولفه كنشارك معكم دائما، وكنقتض نخليوهم حتى كيباتوا بهذيك السخونيه ديالهم حتى كيتسدوا مزيان. كنحتفظوا بهم بلا ثلاجه. انا هنايا غادي نخليه حتى يبرد، غادي نديرو في قريعه وغادي ندخلو المجمد، وفين ما غادي نحتاجو غادي نجبد منه هكايا معلقه ولا زوج على حسب شنو غادي نخدم به. نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو وهاد التجربه هذه اللي جربت معكم ان شاء الله. نخليكم على خير الى فيديو مقبل. بالنسبه للخليط ديال البانكيك ديالي فلقيته ثقال، لانني مستعمله النخاله الفرينه البلديه بالنخاله ديالتها. ضفت تقريبا واحد 2 معالق كبار ديال الماء، خففته واحد شويه وغادي نبدا نطيب. كنحطوا البانكيك ديالنا، شوفوا تبارك الله كي كيجيو مفشفشين مهويين وكيجيو خفافين. كنحطوها على الجهه الاخرى، اون فوا كتشد راسها كنقلبوها. وهنا تبارك الله باش كيبداو كيطيبوا النكهه ديال البرتقال كتبدا طالعه. شوفوا معايا تبارك الله كيجي خفيف مهوي من الداخل. هانتوما شوفوا معايا في الماكله ديالو كيجي تبارك الله بحال سبونج، بحال خادمينو شي عجين اسفنجيه تبارك الله، جا هشيش بزاف.